بدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل وننسى اللي كان، لما يوسف الصراف بقى واقع على الأرض وبتكون مراته فاكرة مات، وبدر بيجي يقيس النبض وهي تقول له إيه مات؟ يقول لها في نبض بس ضعيف شوية، وهي بتقول له طب نعمل إيه؟ يقول لها طب نطلب إسعاف؟ قالت له لأ، في مستشفى هنا قريبة تعالى نوديه فيها. قال لها الكاميرات دي شغالة؟ بقت تقول له أيوة شغالة. قال لها ما هي دي دليل براءتي لو هو مات. وهو بيسيبها ويخرج يحضر العربية، وهي بتقرب منه وبتكون خايفة وقلقانة عليه. بعدها بنلاقي شاهر ندى ياسين وقال له بنتي عمالة تشتكي منك. قال له انا ما عملتلهاش حاجة، يمكن اخر موقف ضايقها، انا بيني وبين نفسي مفيش حاجة حصلت، هاتها واسألها يا سعادة الباشا، ولو انا ضايقتها انا امشي من بكرة الصبح. بعدها بنلاقي بدر وجليلة رسلان هما الاتنين في العربية، وهو يقول لها انا هوصل المستشفى ومش عايزك تنزلي خالص وانا اللي هتصرف. وبعدها بنلاقي بنت جليلة رسلان قاعدة مع باباها هي والسواق، ويقول له معلش هي ليها حق تتضايق، اصل انا كنت مركب صاحبي وشرب سجاير جوه العربيه، مش هو ده برضو اللي حصل يا استاذه؟ وهي تقول لابوها اه، وبيبصوا الاتنين لبعض وهم عارفين ان الموضوع ده مش حقيقي. بيوصل بدر المستشفى ويدخل على يوسف الصراف ويقول لها اياكي تنزلي، وبعد شويه هي بتنزل وراه وتقول له تليفونك اتقفل وانت اتاخرت، هو جراله حاجه؟ بيجي ممرض ويتعرف عليها وهي تقول له ده انا واحده شبهها، ويقول له يا عم انت بتتكلم مع مراتي، ويخليه يمشي. وبيخرج الدكتور ويقول لهم هو فاق وعايز يعرف مين اللي جابه هنا. بيقرروا هما الاتنين يدخلوا له، وهي بتكتم نفسه وتقول له اياك تتكلم او تفتح بقك، وهو يقول له ده انا هحبسك وهوديك ورا الشمس. بدر بيتضايق، ولكن جليله بتقول له اطلع بره، وجليله تقول له انت كنت عايز تموتني، كنت عايز تموتني وهو يسكت لك، على الله تتكلم يا يوسف او تفتح بكره، الكاميرات سجلت وصورت كل حاجه، ولو فتحت بقك انا اللي هفضحك، هتطلقني يا يوسف غصب عنك. وبعدها بنلاقي عبده الشيخ واقف يرخم على بطة كالعادة، وهي بتديله على دماغه وبتمشي على طول. وبعدهم هما الاتنين بيرجعوا البيت، وتقول له انت متأكد ان هو مشي؟ بدر بيقول لها خلاص يوسف خد عربيته ومشي. قالت له احنا لسه متفقين انك هتقتلني، انا قربت اخلص اجراءات الوديعة وعايزاك تقتلني في هدوء وهتفاجئني ها. وهو بيقول لها حاضر يا مدام. بعدها بنلاقي راجي راح لنهلة العبد، واللي بيكون مسؤول عن السوشيال ميديا الخاصة بجليلة رسلان، وبيكون واضح جدا الخيانة في عينيه. وبعدها بيفضل يقول لها دي ست الشريرة وانا معرفش ازاي اشتغلت معاها، وبتتكلم معاه وبيتفق معاها ان هو هيمشي لها كل شغلها من الباطن. وبعد كده بنلاقي المحامي بيقول لجليلة رسلان ان فعلا تم تخديرها لما كانت في الفندق، وان في حد دخل متنكر وهو اللي رماها من فوق، والراجل ده كان متأجر من السويد ورجع لبلده تاني. وهي تقول له يعني كده حقي راح؟ قال لها لا، لسه التحريات شغالة. وبعدها هما الاتنين بيقرروا يتصلوا براجي وهو عند نهلة، ولما بيتصلوا بيه هو يقول لها الموضوع كله بعيد عن نهلة والكلام كله كان جاي من عندك. بتتعصب عليه جليلة وتقول له لا احنا كده لازم نتقابل. وبيجي احمد حبيب نهلة العبد وحبيب مديرة اعمالها، وهي مديرة اعمالها بتستغرب انه جه. ولما راجي بيحاول يحذر نهلة تقول له دي صاحبتي من زمان، ازاي تشككني فيها؟ وبعدها بنلاقي مديرة اعمالها بتتخانق مع احمد، وقالت له انا جيت هنا باوبر وقصده عشان متاكده ان انت جاي، انت ازاي تيجي بعد الكلام اللي قالته عليك؟ وهو يقول لها انا كنت جاي اخلص الامور كلها النهارده. جوز اخت بدر هو واخوه عايزين يشتروا محل ابو بدر، وبدر بيدخل عليهم وبيفهم ان في حوار، ويقول لهم طب خلاص روحوا هاتوا المشتري وتعالوا. وبعدها بنلاقي شاهر قاعد هو وياسين في المكان الغريب اللي بيعملوا منه فيديوهات الدارك ويب، وبيقرروا ان هم يجيبوا اللعيبه تموت بعض عشان الفيديوهات تكتر والفلوس تزيد اكتر. وبعدها بنلاقي جليله قاعده في بيتها لا عايزه تاكل ولا عايزه تشرب، وبيقولوا لها ان اختها جت، ولكن هي في الاول بترفض تقابلها، وبيفضلوا وراها لحد ما يقنعوها انها تنزل تقعد معاها. وبعدها بنلاقي عبده الشيخ جايب اخو بدر وجوز اخته وعمالين يتفقوا هيبيعوا ازاي الناس اراضيهم، وان كمان بدر عرف الحوار وابتدى ينخور وانه شك فيهم. كل ده عبله بتكون سامعاه وبتدخل تقول لهم اوعوا تاذوا بدر او تاذوا ابويا. بيزعق لها جوزها وبيخليها تدخل جوه. وبعدها بنلاقي جليلة رسلان قاعده مع اختها وعماله تقول لها ده انا ياما صرفت عليكي وياما عملتلك واشتركتلك في نوادي وانا كنت بقبض قبض فاضي. قالت لها انت بتعايريني؟ قالت لها انا مش بعايرك، انا بس بقولك ان انت متاخره مع اختك الجدعه قوي واللي بتحبك قوي. وتفضل تعلم فيها وتقول لها ده انا ياما تعبت وشقيت وانتي على طول بعيده ونسياني. اختها بتقول لها انا جايه اصلح غلطتي واعيش معاكي. بتوافق جليله، ولكن بنلاقي اختها واقفه مع اللبيسه بتاعتها وتقول لها انا جيت هنا عشان جليله تخليني امثل وتوافق اللي انا عايزاه، اكتر من كده انا مش هعمل. تقعد تقول لها طب حبي في اختك شويه واهتمي بيها وبعدها اطلبي اللي انت عايزاه.
ولكن هي تقول لها لا، انا جيت هنا عشان هدف واحد بس. ونلاقي مرات اخو جليلة متضايقة على اخرها وتقول له ليه اختك تروح تعيش معاها وتسبقنا، كان لازم احنا اللي نروح. وهبة البارودي مديرة أعمال جليل رسلان بتروح لراجي وتقول له أنا عرفت إن نهلة العبد مضت إعلان جديد وفيلم من إنتاج أمريكاني، بأي طريقة ما ينفعش تاخد الديل ده، أنا مخبية على جليلة وأنت دلوقتي لازم تتصرف. وبعدها بنلاقي يارا راكبة مع ياسين العربية والاتنين بيتعاتبوا على اللي حصل، وقال لها أنا مرضتش أقول له، قالت له أنا كمان كان ممكن أقول له على اللي حصل وأخليك تمشي خالص، وهو قال لها وأنا مش عايز أخسر شغلي، أنا هسكت أحسن. قالت له أيوة تسكت أحسن، وبعد كده ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. وفي نفس اللحظة بتكون ماشية جنبها عربية والدتها وبتكون رايحة تحضر الفاينل بتاع الفيلم، ولما بتلاقي عربية يارا بتطير وراها بسرعة وبتكون قلقانة عليها لأنها بتكون فاكرة إنها راكبة مع ولد غريب. وبعدها بنلاقي مديرة أعمال نهلة نايمة في حضن أحمد وهبة وتقول له أنا هفضل أحبك مهما حصل واستحالة أبعد عنك، وهو يقول لها وأنا كمان يا حبيبتي. في نفس الوقت بتيجي نهلة العبد وتخبط وهما الاتنين بيتخضوا، ولكن نهلة العبد ما بتستناش وبتفتح بالمفتاح اللي معاها. وبكده بتكون خلصت أحداث حلقة النهاردة.